السلام عليكم. زي ما احنا متعودين اي حاجة بنعملها مع بعض بنكملها. عملنا مع بعض قبل كده الفيديو بتاع الليمون المعصفر بتاعنا اللي قلنا هناكله بعد شهرين، وده عملناه على اصوله. يلا بينا نعمل الليمون المعصفر السريع بكل بساطة وبكل سهولة مع بعض. مكوناتنا بسيطة وموجودة في كل بيت، هي نفس المكونات تقريبا. اللي هيختلف معانا النهاردة هي تركة بسيطة كده علشان هناكله بعد 15 يوم كده على طول، وهنفتح عليه وبإذن الله هيبقى زي الزبدة. يلا بينا نبتدي على طول. معانا طبعًا هي نفس مكوناتنا بالضبط زي ما اتكلمنا قبل كده، هو الفلفل الحامي وكمان الجزر المبشور والعصفر وحبة البركة والهريسة الشطة والملح والليمون بتاعنا. اللي هيفرق حاجة واحدة بس. أنا عملت إيه، كوباية الليمون اللي كنت هاحطها في الليمون المعصفر أنا استبدلتها هنا بنُص كوباية من عصير الليمون، وكملت باقي الكوباية معايا خل، ويا ريت يكون نوع الخل نضيف وحلو. بس هو ده الفرق الوحيد في المكونات بتاعتنا، لكن الطريقة يلا بينا نبدأ على طول كده ونسمي الله ونشوف احنا هنعمل ايه. طبعا هي نفس الليمونة الكبيرة الصفرا زي ما اتكلمنا عنها قبل كده، هي دي اللي هنعمل منها الليمون المعصفر النهاردة. انا هعمل ايه، انا هنزلها في مية مغلية وهعد 10 دقايق بالظبط. أقل كمان لو النار عالية أو انتي حاطة مية سخنة، أقل من 10 دقايق، ممكن يكون 7 دقايق بالظبط في مية بتغلي. وهنزلها على طول أنشله أو أشيله يعني من المية دي، وهو تشوفوا دلوقتي معايا عامل ازاي. طبعا أنا في الوقت ده استغليت الوقت اللي هو فيه على النار الليمون بتاعي ال7 دقايق أو ال10 دقايق. هبتدي بقى في الوقت ده أجمع مكوناتي كده. طبعا حطيت هنا كوباية كده إلا ربع من الملح، وكمان نص كوباية من هريسة الشطة، وحطيت كمان كوباية العصير الليمون اللي هي نُصّها عصير ليمون ونُصّها خَل. طيب، ده العُصفر وحبّة البركة بتوعي، هاحط عليهم كده ممكن نقول 3 أو 4 معالق من الملح. يعني المقدار كلّه من الأول للآخر هي كوباية، وهازوّد عليهم معلقتين من الملح. المقادير اللي أنا باتكلّم فيها دي على 2 كيلو من الليمون. بس كده هابتدي إن أنا أمزجهم ببعض كويس. أهو زي ما أنتم شايفين يعني الموضوع سهل وبسيط جدًا، يمكن أسهل كمان من اللي عملناه في الأول. يلا بقى دوسي لايك ودوسي سبسكرايب لو انتِ أول مرة تشوفي القناة بتاعتي، وشير كتير عشان الفيديو بتاعنا ينتشر وكل الناس تستفيد من المعلومات بتاعتي. ده الليمون بعد ما خلاص نزلته في المَيّة السخنة مثلًا 10 دقايق أو 7 دقايق زي ما اتكلمنا، هابتدي إن أنا أفتحه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وهنكمل دلوقتي مع بعض. أنا بس جبت هنا بولة كبيرة كده، هانزل بقى الجزر بتاعي، وكمان هانزل الفلفل بتاعي الحامي، وهانزل كمان العصفر وحبة البركة وشوية الملح اللي إحنا عملناهم وحضرناهم مع بعض. هاحط بقى دلوقتي الفلفل كمان الحامي أهو، وهاقلّبهم ببعض كويس جدًا. الموضوع سهل وبسيط، ويعني حاجة كده في منتهى الجمال، ونتيجته حلوة جدًا، جدًا، وبإذن الله هنفتحه مع بعض، وهتشوفوا هيكون قد إيه طري وزبدة ومملّح وواخد حقه في كل حاجة. والحمد لله يعني مقدار الملح بتاعه هيبقى بإذن الله يعني هيكون كويس جدًا. طبعًا أنا باسجّل الفيديو ده وأنا كان عدّى على المخلل بتاعي ممكن نقول أسبوع أو أكتر كمان. يعني وقتنا مش سامح، الله المستعان. يالّا بقى نبتدي نفتح الليمون بتاعنا أهو بالطريقة دي. لو أنتِ عايزة كمان تعمليه اللي هو علامة الزائد يعني أو الإكس زي ما بيسموها، في الطريقة بتاعتنا دي كمان مش هيقول لأ يعني، وهيطلع برضه جميل بإذن الله. أهم حاجة نسمي الله كده ونصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في حاجتنا. وزي ما أنتم شايفين يعني الأمور متسهلة وكل حاجة بسيطة. بس كده خلاص على طول أخلّص الكمية بتاعتي كده معاكم أهي. طبعًا أنا كان فاضل معايا كام واحدة كده متفتحين من أول مرة ولا عملت فيهم أي حاجة، زي ما هُم برضه بالإكسات بتاعتها ونزّلتهم معاهم، مش هيحصل أي حاجة خالص وهيبقى حاجة تحفة. أنا بصراحة باعتمد الطريقة دي وعاجباني جدًا وسهلة أوي وحلوة أوي، وكمان تنفع أوي للبنوتات بقى الصغننين اللي لسه مبتدئين في المطبخ، مش محتاجين تكنيك أوي في الحاجات، محتاجين الحاجات السهلة أو الطرق اللي هي ما فيش فيها تعقيدات كتير يعني. وكل الموضوع ما أخدش مننا ربع ساعة. طالما اشتريتِ الحاجة جهزتيها معاكِ في البيت، الموضوع كله مش واخد ربع ساعة ونكون مخلصين، حتى لو كمية أكبر من كده. أنا هنا كنت في اليوم ده عاملة 4 كيلو ليمون، قسّمتهم كده على جزئين، الجزء اللي هو زي ما أنتم شايفين في البرطمان اللي ورا ده، اللي قُلنا هنفتح عليه بعد شهرين، ما اتسلقش ولا أي حاجة خالص ولا كان محطوط فيه خل. ده زي ما قُلت لكم 10 دقايق كده على النار، وزي ما أنتم شايفين يعني جمال ولا أروع، شكل الألوان تحفة. من دلوقتي أصلًا حاجة كده تفتح النِفس، الألوان مع بعضها حاجة كده خطيرة بجد.
فأي برطمان بقى عندِك أو حتى لو أنتِ بتستخدمي الجرادل دي زيي، باجيب فيها جبنة أوقات، وباجيب فيها كمان لو أنا مثلًا في مرّة هاجيب زيتون أخلّي من برّه جاهز أو كده، ما ابقاش عملت، فبينفعوني جدًا. باغسلهم كويس وزي ما باعمل فيهم مخلّلات وحاجة كده جميلة، وشُفتهم معايا قبل كده كمان أنا مخزّنة فيهم دقيق وحاجات كده. بس كده خلاص هابتدي بقى إن أنا أضبّط الحاجة بتاعتي كده، هاسويه طبعًا، ومعانا قشر الليمون، قشر نُص كوباية الليمون أو لو باقي معاكِ من المقدار اللي قبليه، عشان طبعًا البرطمان بيبقى يعني الفتحة بتاعته مش كبيرة زي كده، ما بيبقاش المساحة اللي فوق ما بتبقاش كبيرة زي كده يعني، أنزل بالخليط بتاعي اللي عملته. طيب المَيّة دي بقى أنا ما جبتهاش مَيّة من الحنفية كده و وكمّلت بيها لأ، دي مَيّة اللي سلقت فيها الليمون 10 دقايق، أهو زي ما أنتم شايفين حتى أنا رُحت جِبت شوية كمان علشان أدوّب باقي شوية الملح بتاعي عشان آخد المقدار بتاعي كامل، وكمان الليمون بتاعي يبقى متغطي كويس جدًا. ما تخافيش مش هيمرّر، مش ما فيش فيه أي ريحة مرارة بإذن الله يعني، وهيبقى حاجة كده في منتهى الجمال. طبعًا رشة الزيت، وزي ما قُلت لكم قبل كده لو أنتِ عندِك زيت زيتون متوفر معاكِ زيت زيتون تقدري تستبدلي الزيت النباتي اللي أنا عملته ده بكمية زيت زيتون. ما عندكيش ولا يهمِك أبدًا اعملي بالزيت النباتي، بس طبعًا يبقى نوع نضيف يعني، وبإذن الله هيبقى كويس. طبعًا هنا لقيت البرطمان مليان شوية فنقصته، هتشوفوا دلوقتي أنا عملت فيه إيه. طبعًا يعني الحاجات دي لمّا بتروح كده تدّيها لحد من حبايبِك حاجة كده فُل. كده أنا خلاص بقى هاقفّل الجردل بتاعي كويس جدًا، وده أهم خطوة في الموضوع، إن أنا هابقى متأكدة كويس جدًا إن الجردل ده ما دخلش فيه أي هوا. بس كده، يالّا نشوف الشوية الصغننين راحوا فين، أهُم. يالّا، دول بقى رايحين كده لصاحبة النصيب بألف هنا وشفا يا رب، يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده أفادكم بحاجة، لايكات كتير بقى علشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، وتدوسي لي subscribe وتدوسي علامة الجرس لو أنتِ أول مرة تدخلي القناة بتاعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.